هلو معاكم محمد من موري في فيديو جديد من خماسية. قبل ما ابدا حابب اشكر كل حد عمل لايك شير كومنت على الفيديو اللي فات، ولو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل، علشان لو كان كل اللي بيتفرجوا عليا عاملين سبسكرايب بالنسبة اللي ظاهرة قدامكم دي كان زماننا 5400، بس احنا 357 بس. مش عايز منكم غير 1000 سبسكرايبر. فانت لو مش عامل سبسكرايب وتتفرج عليا بره، ما تقعدش عندي. تمام، اتكل على الله. يلا قاعد بتتفرج عليا ليه بره؟ لا بهزر، بس لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب عشان تشوفني تاني ونوصل لناس اكتر، ده يخلينا اقدم محتوى زيادة واستمر في الشيء ده. وعشان ما اطولش عليكم، فيديو النهاردة عن افضل 5 ممثلين في مسرح مصر، ويلا بينا. المركز الخامس هيكون من نصيب أس. بالرغم ان عنده سلبية اللي هي التنمر على شكله اللي بقت ثابتة، زي التنمر على وزن ويزو، وفي فنانين ثابتين على الشيء ده، لكن أس فنان كوميدي لذيذ جدا. وكمان أس يقدر يقدم لنا دراما زي ما شفنا تمثيله في مسلسل 2 في الصندوق. كنا دايما بنشوف خروج أس عن المألوف في مسرح مصر اللي كان بيبهرنا بيه. الدور الأفضل ليه بالنسبة لي كان في مسلسل خلصانة بشياكة اللي قام فيه بدورين، ولد وبنت. وظهور أس ما كانش مقتصر على أعمال قليلة، بل كان بيشارك في أغلب الأعمال اللي في الساحة الفنية، وكمان ليه نصيب كبير في الظهور الإعلامي. فده يثبت إن أس فنان كبير وبكل جدارة يستحق إنه يكون موجود معانا في الخماسية ويكسب المركز الخامس. المركز الرابع هيكون حمدي المرغني. برضه كانت لازمة ليه التنمر على سنته، لكن بعد فترة كبيرة قدر حمدي المرغني يخرج من النقطة دي ويبرز موهبته على الساحة ويبقى من النجوم الكبار كمان. وبرضه بيقدر ينتشر انتشار كبير وواسع في الساحة الفنية. بعيدا عن الكوميديا اللي بيتميز بيها حمدي المرغني، لكنه برضه قدر يثبت لنا ان هو بيقدر يأدي دراما، برضه في مسلسل 2 في الصندوق. بالنسبة لي أفضل دور ليه هو دوره في مسلسل في اللالا لاند. كتير من الفنانين بيشهد لحمدي المرغني على موهبته العالية، فأكيد حمدي المرغني يستحق إنه يكون موجود معانا في الخماسية وكمان في المركز الرابع. والمركز التالت هيكون علي ربيع اللي قدم لنا تمثيل غير مألوف خالص وقدر يضحكنا كلنا بيه. علي ربيع من الفنانين والأسماء الكبار قوي في مصر دلوقتي، كان في بداياته قبل مسرح مصر كسب جوائز كتير في التمثيل، وبيتميز علي ربيع في تمثيله بالبلاهة. بالرغم ان كتير من زمايله قالوا ان هو غير كده خالص وذكي، لكنه وصل لقلوب الناس من النقطة دي، استغلها علي ربيع كويس جدا. بالرغم من ضعف اعماله في الفترة الاخيرة، لكنه بيعد من افضل المواهب اللي خرجت من مسرح مصر، اللي بيدل على ده انه من اوائل الفنانين اللي خد بطولة منفردة من مسرح مصر. كل مشاهده في مسرح مصر منتشر على السوشيال ميديا، فهو مش غايب عن بال الناس دايما وعلى طول الناس فاكراه. فبكل جدارة واستحقاق يستحق علي ربيع انه يبقى معانا في المركز الثالث. والمركز التاني هيكون من نصيب مصطفى خاطر اللي عمل نقلة نوعية في كاريره بعد انتهاء مسرح مصر، لأنه قدم لنا أدوار متنوعة ما ثبتش على اسطمبة واحدة، زي دوره في الصندوق الأسود ودوره في هروب اضطراري. فبرز جدا مصطفى خاطر في الساحة الفنية، وكمان أبرز لنا موهبته وعمل أعمال كتير جدا ناجحة، ودوره كان مميز فيها وليه أثر، زي مسلسل نيلي وشريهان وزي مسلسل ربع رومي. هو بيعد من افضل فنانين مسرح مصر اللي قدموا اعمال ناجحه ومش هابطه، لان موهبه مصطفى خاطر عاليه جدا والكوميديا بتاعته طبيعيه. ومقدم لنا هو وكريم عبد العزيز واحده من اروع الاعمال الفنيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي، اللي هو مسلسل البيت بيتي. عملوا منه جزئين ولسه احنا في انتظار الجزء الثالث. فاكيد بكل جداره واستحقاق وكل حاجه كويسه يستحق مصطفى خاطر انه يكون موجود معانا في المركز الثاني. المركز الأول هيكون من نصيب محمد عبد الرحمن أو توتة، اللي بيكون واحد من أنجح النجوم اللي في الساحة الفنية دلوقتي. فسواء بالبطولة المنفردة أو المشتركة أو حتى دور تاني وتالت، فبيقدر توتة إنه يبرز نفسه في الأدوار دي حتى لو كانت قليلة، ولازم دوره بيعلم معانا. فهو موهبته عالية جدا، حتى كوميديته مختلفة وتقمصه للأدوار اللي شفناه في مسلسل الواد سيد الشحات اللي كان عالي قوي. فده بيبين لنا قد إيه إنه موهبته كبيرة جدا. فتوتة من أفضل الممثلين اللي في مسرح مصر، اللي قدروا يختاروا أدوارهم بكل عناية. وهو بيدخل القلب من غير ما يستأذن، وأغلب الناس بتحبه لأنه كما يقال إن هو شخص نقي جدا. ده كمان بيظهر لنا في ظهوره الإعلامي. بس في خماسيتنا النهاردة احنا مش جايين نقيم بشر، احنا جايين نقيم أداء تمثيلي. بالرغم إن توتا كسب في تقييمه البشري، لكنه بيقدر يكسب برضه في الأداء التمثيلي، وبياخد المركز الأول معانا في الخماسية بإنه أفضل ممثل في مسرح مصر. وكده تكون خلصت خماسيتنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وقول لي رأيك في الكومنت، وقول لي ترتيبك للخماسية دي وأفكار للخماسيات جديدة. ولو عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب. ولو انت لسه موجود ومش عامل سبسكرايب،
انا قايل لك من اول فيديو اطلع. ايه اللي مقعدك لحد دلوقتي؟ طالما قاعد يبقى مبسوط، اعمل سبسكرايب، انزل اعمل. ولو عايز تشوف مقتطفات من حياتي الشخصيه هتلاقي تحت لينك الانستجرام. وسلام. الو، اشرف عبد الباقي. عايز تبقى موجود في الخماسيه ازاي يعني؟ انا بتكلم عن نجوم الشباب لسه. انت ايقونه. لا لا طبعا، انت ليك خماسيه لوحدك. حطك انت في الخمس مراكز، ما تقلقش. ماشي ماشي.